اللي قول لي صحيح، مين اللي بنى المسجد الأقصى؟ بتقول سيدنا إبراهيم صح؟ طب مش ممكن يكون سيدنا إسماعيل ولا سيدنا محمد؟ لا لا يا عم، مش سيدنا محمد. ولا ممكن يكون سيدنا يعقوب؟ برضك مش عارف. طب ممكن يكون سيدنا آدم هو اللي بناه؟ طب مين اللي بناه؟ تعالى، أنا هقول لك مين اللي بناه. الحلقة دي إن شاء الله هنعرف فيها مين اللي بنى المسجد الأقصى، وكام مرة تعرض المسجد الأقصى فيها للهدم بسبب الزلازل أو العوامل الطبيعية، وكم مرة جدد فيها المسجد الأقصى. يلا بينا. بص يا عمنا، أولا كده إحنا كمسلمين وأغلبنا عندنا المعلومة الغلط دي، اللي هو سيدنا سليمان هو اللي بنى المسجد الأقصى. بس ده غلط. إيه الصح بقى؟ الصح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أبي ذر الصحابي لما سأله، قال يا رسول الله، أي المساجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 عام. يعني الفرق ما بين بناء المسجد الحرام للمسجد الأقصى في 40 سنة. بعض العلماء قال إن سيدنا آدم هو اللي وضع الحجر الأساس للمسجد الأقصى، والبعض الآخر قال اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. والأرجح هو إن سيدنا آدم عليه السلام هو وضع الحجر الأساس، وأكمل عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذهب سيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب لما راحوا المسجد الأقصى وعاشوا هناك في فلسطين، كملوا بناءه هناك وكملوا ما قد بدأه سيدنا إبراهيم عليه السلام. الراجح زي ما احنا قلنا اللي هو سيدنا آدم عليه السلام هو اللي بنى المسجد الأقصى. هل بقى تم إعادة بناء المسجد الأقصى؟ أيوه، تم إعادة بناء المسجد الأقصى وجدد كذا مرة. أول تجديد فيهم كان على إيد سيدنا سليمان عليه السلام سنة 1000 قبل الميلاد تقريبا، يعني ده بالتقريب اللي العلماء وضعوا. تم تجديد المسجد الأقصى على يد سيدنا سليمان، واستقر سيدنا سليمان في فلسطين. عاش سيدنا سليمان فترة من الزمان في فلسطين. طيب، مين اللي جه بعد كده من الصحابة أو التابعين والخلفاء الراشدين؟ هل في حد فيهم جدد المسجد الأقصى؟ أيوه، حصل تجديد للمسجد الأقصى في الفترة دي، وحتى بعد كده في عهد الأمويين وفي عهد بعض الأمراء حصل تجديد. أولا التجديد في عهد الصحابة. كان مين اللي كان أسس التجديد الأول في عهد الصحابة؟ كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل المسجد الأقصى. لما دخل سيدنا عمر بن الخطاب هو فاتح للمسجد الأقصى، جدد المسجد الأقصى وطهره من في زلازل بقى ضربت المسجد الأقصى وهدمته كذا مرة. هنتكلم عن كذا زلزال فيهم وكذا ترميم فيهم، واشهر ترميم فيهم اللي خلالنا المسجد الاقصى بالواجهه اللي احنا شايفينها قدامك زي ما هي ظاهره دلوقتي. ايه بقى الزلازل ديت واعوامها كام وكانت في عهد مين؟ ده اللي هنعرفه. ما تستعجلش، انت مستعجل ليه؟ هنعرف دلوقتي. سنه 746 ده اول زلزال ضرب المسجد الاقصى. لما ضرب الزلزال دوت انتهت بعديه الدوله الامويه، وجاءت بعديه الدوله العباسيه. الدولة العباسية قامت بتجديد المسجد الأقصى عام 750 ميلاديا. ده التجديد اللي كان في الدولة العباسية. انتهى تجديد المسجد الأقصى سنة 771 ميلاديا في عهد أبو جعفر المنصور. بس بقى حصلت ضربة زلزال تانية على طول سنة 774 ميلاديا. حصلت الضربة التانية للمسجد الأقصى بعد تجديده يا دوبك ب3 سنوات بعد الانتهاء من التجديد، وكان المسجد الأقصى خلاص انتهت الزلازل لفترة طويلة، بس جه بعديها ب3 سنوات ضرب المسجد الأقصى زلزال آخر. جه سنة 780 ميلاديا أعيد بناؤه مرة أخرى على المنظر المقارب حاليا للي موجود، على المشهد الموجود ليه حاليا. عهد الخليفة محمد المهدي تم بناء فيه 12 واق، 12 ممر. تم بناء في المسجد الأقصى 12 ممر. كل دوت بيؤدي لساحات وباحات المسجد الأقصى. تم بنائهم من قبل الخليفة محمد المهدي سنة 780 ميلاديا. خلي بالك التواريخ مهمة، وهم في تدليس جدا في التواريخ دي. طيب،
قبة الصخرة اللي ظاهرة قدامك أو مسجد قبة الصخرة اللي ظاهر قدامك دوت من أشهر المعالم الموجودة حاليا. هل المعالم ديت هل قبة الصخرة كانت موجودة زمان؟ لا، قبة الصخرة تم بنائها في عهد عبد الملك بن مروان سنة 691 ميلاديا. عبد الملك بن مروان هو اللي أنشأ قبة الصخرة على الوضع دوت، لأن قبل عبد الملك في عهد عبد الملك بن مروان كان ضرب برضه زلزال للمسجد الأقصى، واستعان بالخرايط أو بالمخطوطات اللي كانت موجودة في الفترة بتاعته لتجديد المسجد الأقصى مرة أخرى وبناء قبة الصخرة. مسجد قبة الصخرة هو اللي بناه، يعني اللي بنى قبة الصخرة هو عبد الملك بن مروان. وتم تجديد برضك، يعني لو جينا تقدمنا شويه زي ما كنا بنقول، تم تجديد قبة الصخرة سنة 771 عهد الخليفة أبو جعفر المنصور أثناء الحملة الصليبية الأولى عام 1099. سيطر الصليبيين على المسجد الأقصى كاملة وعلى باحاته، وحولوه لاسطبل خيول والعياذ بالله، ودوت أدى لتغيير كبير في شكل المسجد الأقصى بعد ما كان مزار للعبادة. مما يعني الموضوع دوت خلى الصليبيين يبنوا دير عبادة وكنيسة في الباحات الشرقية للمسجد الأقصى، وسعوها وعملوا فيها دير عبادة. أول حاجة سنة 1187، والتاريخ دوت احفظه جدا جدا جدا، هو دخول صلاح الدين للمسجد الأقصى. لما دخل صلاح الدين للمسجد الأقصى طرد الصليبيين منه وعمل تغييرات كبيرة جدا، وهي تقريبا أغلب التغييرات اللي موجودة حاليا. عمل بالتجديد الشامل، أزال المراحيض واسطبلات الخيول اللي كانت موجودة بسبب الصليبيين في الفترة دي، أزال كل دوت. لما جت الخلافة العثمانية سنة 1517 عملوا تغييرات برضه تعتبر كويسة، أو تغييرات تعتبر من اللي موجودة حاليا، أو أشهرهم الثلاث قباب، وأشهر قبة فيهم هي قبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان للمصريين الشرف في تجديد المسجد الأقصى سنة 1922 على يد المهندس أحمد ماليتي، هو مهندس تركي، يا رب أكون نطقت الاسم صح. كان لينا الشرف جدا اللي احنا نشارك في تجديد المسجد الأقصى. تم تجديد بعض الجدران بالذهب والنحاس بدل الخشب، وعمل بعض التغييرات أو إعادة بناء كامل للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى. في صباح الخميس سنة 1996 حصلت فاجعة هزت العالم الإسلامي، وهي حريق جامد جدا التهم المسجد الأقصى كاملا. الحريق دوت أدى إلى احتراق منبر اللي أنشأه صلاح الدين، اللي كان وصى بيه نور الدين اللي هو يبنيه، بس صلاح الدين ما كانش شاهد المنبر دوت وتوفى قبل أن يرى المنبر. المنبر دوت كان أمر صلاح الدين نور الدين ببنائه، بس ما كانش للمصريين دور في الفترة ديت، لأن ديت كانت فترة الحرب اللي ما بيننا وما بين الصهاينة. الفترة دي تم الاستعانة بدولة الأردن الشقيقة في ترميم المسجد الأقصى وساحات وبعض الأماكن اللي التهمتها النيران. طيب، في بقى عدة روايات احنا ما رضيتش اسردها لك في الأول عن بناء المسجد الأقصى، ودي أهم حاجة تقريبا في الفيديو محتاج انت تعرفها برضو. أولا، سيدنا سليمان ابن داود. سيدنا سليمان ابن داود أعاد بناء المسجد الأقصى، تمام. ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سليمان بن داود لما بنى البيت المقدس قال الله عز وجل خلالا ثلاث. المرحلة الثانية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لما فتحوا زي ما قلنا ودخل لقى كثير من الأوساخ اللي كان عاملها اليهود، وبتنظيف هذه الأوساخ سيدنا عمر بن الخطاب أعادوا على شكله القديم من البرديات اللي كانت موجودة والمخطوطات اللي كانت موجودة، أعادوا على الشكل الذي قد بناه سيدنا آدم عليه. وانتهت الترميمات في عهد عبد الملك بن مروان. زي ما قلنا عبد الملك بن مروان هو اللي أنشأ قبة الصخرة أو أعاد بنائها من أول وجديد بسبب المخطوطات اللي كانت عنده. دلوقتي أقدر أقول لك ديت الحلقة الأولى من عبق الأقصى. إن شاء الله سلسلة هتستمر معانا فترة كبيرة، هنعرف خلالها تاريخنا، تاريخ المسجد الأقصى، وتاريخ مشرف جدا 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 إن شاء الله بإذن الله. أتمنى الحلقة تكون عجبتك، ولو عجبتك ما تنساش تعمل اشتراك و